لو انتم من اسكندريه تعالوا اعرفكم تاكلوا فين عند مطعم بضاني، اشهر حواوشي في اسكندريه، اصل اللحمه وفي نفس الوقت اصل العيش باللحمه في اسكندريه، على الفيو الخطير ده مع الغروب ده. تاكل اجمد حواوشي بضاني ممكن تجربوه في حياتكم، من اول الجبن لحد اللحمه العادي. وعارفين الاسكندرانيه مشهورين جدا بالعيش باللحمه، والمكان ده لسه فاتح الاسبوع اللي فات، فدخلنا على بضاني على طول، كان لازم نجربه. سلمنا الاوردر في ساعتين لان المكان كانت زحمه جدا، كان لازم ناخد المنيو ونشوف الاسعار، واغلى حاجه عنده 200 جنيه. واول ناس تعمل حواوشي بضاني بسكينتين، اللي هو كل ده هيتعمل قدامك. واصلا اللي شدنا اللي احنا جينا على المكان ده هي الريحه بتاعت الضاني. يغرق لك كده التوابل، بعد كده يقطع لك البصل، بعد كده يحط لك عليها التتبيله ويحطها لك في الفرن. ده غير انهم عندهم قسم كمان للمشويات، واحسن حاجه اللي كل حاجه عندهم بتتغرق بالجبن. انتوا متخيلين يدخل الفرن يطلع بالمنظر التحفه اللي يجوع ده؟ اللي هو خلاص كده فخدنا بعضنا ودخلنا على طول على بضاني لحد اما جبنا الموتزاريلا مطت زي ما انتوا شايفين كده. عندهم نص رغيف لحد الرغيف كامل كامل. واحسن حاجه اللي هو فاتح عند البحر بالظبط. خدنا الاوردر على طول وطلعنا ناكل عند الفيو الخطير ده، وكمان عنده توصيل لاي مكان في اسكندريه. ده تبقى اول حاجه، وهي الفرايز اللي غرقانه في التتبيله بتاعتهم السبع بهارات. طبعا دي خلصتها على بق واحد حرفيا. الناس اللي بتعشق جو الشتاء والناس الشتويه بقى يركزوا لي كده، لان الاكله دي بتتكلم مع الجو الخطير ده. بدات باول حاجه وهو الحواوشي الضاني اللي غرقان في الجبن، وبيحط لك كمان مع اي اوردر طحينه ومخلل وكاتشب. ده كان اكتر حاجه عجبتنا الصراحه في المكان. دخلت على تاني حاجه وهو الحواوشي العادي اللي باللحمه العاديه، برده بيحط لك مع اي اوردر بتطلبه علبتين طحين. غرق كده الحواوشي في الطحينه وبالف هنا على قلب. اللي هو ايه ده يا جماعه بجد؟ بيحط لك مع اي اوردر تطلبه مخلل وكاتشب كمان مع الطحين. كان لازم اقول لكم العنوان بسرعه وما نرغيش كتير. اسكندريه الازاريطه، شارع سوتر بالظبط عند ارض كوت، شارع عبد الحميد بدوي. بضاني هو اصل العيش باللحمه والحواوشي الاسكندراني في اسكندريه، اللي هو دخلنا على المكان ومحدش اتردد اصلا اول ما شفناه على طول. منشن لصاحبك لازم يعزمك في المكان ده، وكمان عنده دليفري لاي مكان.